موال زيزو اللي لسه بيتغنى لغايه دلوقتي من سنه وكام شهر، وتحول للبانه الكل قاعد يمضغ فيها ويتك على اسنانه بيها لغايه ما اتحولت لحته بلاستيك ملهاش اي طعم، لكن في نفس الوقت مش عايز يرميها عشان يجيب اخرها ويشوف الدنيا رايحه فين. طبعا الدنيا رايحه على طريق مسدود. التعامل مع موال زيزو تحول الى يعني تراث الناس هتتكلم فيه بعد سنين وتقول ان كان في لعيب اسمه فلان فضل ماشي مع النادي مفاوضات طويله ولم يتم التوصل لاتفاق، وكان بيعه لما جاله عرض ب5 6 مليون دولار كان افضل، وكان ممكن تعويضه، وكان ممكن تبقى الامور كده جوه الفرقه، وكان ممكن جدا النادي يكسب فيه من بيعه لان ممكن يجيب له البديل. ممكن يطلعه من الناشئين اللي ما بيطلعش اي حد او بيطلع قليل، او يجيب لعيب يعني اجنبي بسعر اقل. الاهلي عمل كده لما اكرم توفيق فكر ان هو يعني عايز ناخد نفس المبلغ القريب من زيزو، لكن على ما يبدو الاهلي حسبها صح، لانه في النهايه في حاجتين، في اوضه لبس وفي اسعار سوق محلي. النادي اللي ما يقدرش يدفع للعيب قيمه العرض او قريب من العرض اللي جاله من الخليج او من السعوديه، الافضل يبيعه، لانه كده هيحمي اوضه اللبس وهيظبط السوق. لو تم الفتح الابواب امام كل لعيب يجي له عرض يتفضل مع الف سلامه، ده هيكون فيه مخرج لاسعار اللاعبين في السوق المحلي اللي ارتفعت امام كل من هب ودب. وفي نفس الوقت ما اعتقدش ان في حد مستريح او مبسوط ان هي دي كرة القدم التي تتناسب مع هذه الاسعار. اعتقد حضراتكم متفقين معايا انه مفيش لعيب ممكن يحدث الفارق الى هذه الدرجة، خصوصا اذا جالي من وراه مكسب مالي. اما الخسارة بقى المالية اللي بتعود عليا من عدم بيعه، واذا بعته هستفيد منه، فدي معادله لابد ان نعاد حساباتها، لان القصه في النهايه مش فن، فريق واوضه لبس وسوق، والسوق المحلي في كره القدم المصريه في بورصه الاقتراف هذا السوق مضروب ولا يعبر اطلاقا عن الاسعار الموجوده فيه. شكرا.